بيني اخت كينج. طبعا زي ما انتم عارفين ان في ناس طلبت مني موضوع فيديوهات الحراسه، وهل احنا بنقدر ندي للكلب الشغل بتاع الحراسه من امتى. في حاجه يا جماعه اسمها شغل سبور. الشغل السبور ده انت بتبتدي ان انت تعلم الكلب ازاي يقدر يعض ويمسك في الحاجه عضه فول بايت ويكون بيعض صح. لو تلاحظوا ان انا ما بشد مع الكلب بشد مع الكلب يمين وشمال، ما ينفعش اشد فوق وتحت، وابتدي ان انا اعود الكلب على ان هو يبقى بيعمل ان هو يبقى شايف الفوطه دي فريسه، او ان هو بيبتدي يصطادها او يركز ان هو يحاول يمسكها في على هيئه لعبه. زي ما احنا عارفين طبعا اللعبه بتاعتي المشهوره الفوطه والحبل. وببتدي ان انا اعود الكلب كمان ان هو يتعرض مش بس لان هو يكون بيعض، هو كمان بيتعرض ان هو ممكن يسمع اصوات زي ما انتم شايفين، مثلا الازازه ببتدي اخبطها على جسمي او اخبطها على الارض وهو بيعض، وابتدي ان انا اوشيها يمين وشمال واحركها والكلب عاضد، مش احركها والكلب مش موجود بس. وزي ما انتم شايفين انا بهبد بيها على رجلي طبعا من كاتم الصوت عشان اقدر اشرح معاكم، ولكن الكلب مش متاثر بان لو انا بهبدها على ايدي ولا بهبدها على الارض. الكلب مركز في ان هو بيمسك الفوطه، ولما يبتدي ان هو يمسك الفوطه ممكن ابقى بمسح بايدي على جسمه وبعد كده امسح بالازازه على جسمه عشان اعوده ان انت ممكن تكون عاضد واللي قدامك يكون بيقاوم. فاني طبعا بتاخد في الاساس طاعه، ولكن احنا بنأهلها للنقطه دي عشان بعد كده لما تيجي تاخد الشغل البايت ورك تبقى كويسه. زي ما انتم شايفين اموره قمر وعسوله عسل زي كينج، كانت قاعده بتلعب معايا وتلحسني في الوقت ده. المهم بعد ما خلصنا اللعب بتاعها والشغل معاها ابتديت اديها الاوردرز بتاعتها راجع عليها. النهارده السيشن الثالثه ليها، بسم الله ما شاء الله عليها، عامله هيل وكسره الاتجاهات بتاعتها حلوه جدا. وطبعا لو صاحبها ما بيلتزمش كانت هتبقى الوكسه زي ما هي، بس الحمد لله التزمت واشتغلت زي الفل. خدت داون ستي وبعد كده كام، والنهارده ضفت لها كمان هاي فايف زي ما انتم شايفين اهو ست. بعد كده اديتها الهاي فايف بتاعتها، وطبعا زي ما انتم شايفين بعد كده بقى كالعاده يختي 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 مع الكلاب. واتمنى ان احنا كلابنا كلها تبقى مريحه كده لما بنسمع الكلام. و يعني اي سؤال بقى في الكومنتات بقى بعد اذنكم.